اهلا بيك يا استاذ تامر. استاذه منى، ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. منى، الموقف انا في المعادي. الموقف مخيف جدا، الناس كلها خايفه. الناس كلها خايفه، بس ايه اللي يخوف؟ مش عارف اجيب لها دواء. عندي بنت من بناتي حرارتها 40، مش عارف انزل اجيب لها دواء، ما عنديش دكاتره اعرف اوصل لهم. الناس هنا في الشارع شباب ورجاله وجيراننا وكلهم ناس محترمين واقفين بعصيان في الشارع، وانا ماشي بطبنجتي. عمري ما تصورت ان انا ممكن امسك الطبنجه اللي انا رخصتها دي. شيء مفزع، مش شايف فرد امن. طيب معلش تامر عبد المنعم، برضو هعمل معاك زي ما عملت مع الزميله العزيزه ايتن الموجي. مقدره فعلا حاله الفزع، واللي في النهايه يعني انا كمان عندي بيتي وعندي اسرتي وعندي قرايبي وعندي اصحابي وعندي معارفي وعندي ولاد بلدي اللي خايفين. انما مش من باب ان انا هنا في الاستوديو. انا عايزه اقول لك على حاجه، انه احنا كمان في الاستوديو عاملين نفس الاحتياطات الامنيه الشعبيه. يعني احنا كلنا نازلين هنا، اكرر، كلنا نازلين على مسؤوليتنا الشخصيه وعلى مسؤوليه رئيس مجلس اداره القناه ومسؤوليه صاحب القناه. لم نستشر احد ان احنا نطلع النهارده هوا ولا لا. صحيح في اختراق لحظر التجول، انما حسينا انه في مهمه مقدسه او مهمه واجبه علينا لازم نعملها في اللحظه دي ومش في لحظه بعدها. تامر بس انا عايز تامر بس يعني فانا فاهمه، قادره افهم فكره يعني ايه الواحد خايف على اولاده وخايف على مراته وخايف على ممتلكاته. انما برضو عايز افهم الخوف ده منبعه ايه؟ ان انتوا شفتوا ناس، في حد تعرض للاذى؟ انا يا حضرتك ناس ماشيه بسنج في الشارع، سنجه هي شبه السيف، اصغر منه واكبر من المطوه، بيكسروا في كل شيء واي شيء. عربيه بتتكسر، الاعلانات اللي في الشارع بتتكسر، الحاجات بتتحرق، تجريح في العربيات، توك توك ماشي جوه معادي السرايات. معادي السرايات ده ارقى حي في مصر. انا بقتل ارقى احياء مصر، فيها تكاتك ماشيه في الشارع. طيب الاجانب في حاله ذعر. بس انا عايز اسال سؤال واحد بس بعد اذن حضرتك، اوجهه من عندك. فين الثوار؟ فين البرادعي وابراهيم عيسى والناس الحلوه اللي ولعت الدنيا دي ومش شايفين حد فيهم؟ هدوا الناس، البلد بتبوظ. هم هدفهم ان هم يغيروا النظام، وبعد كده احنا بنقول كلمه نريد دي. الشعب يريد دي. احنا تقليد اعمى وخيابه، ومحدش مدرك المصيبه اللي احنا فيها. احنا في مصيبه يا مدام منى، ودي شويه ناس كانت بتلعب وهربت كلها. انا مش شايف فرد واحد موجود من الناس اللي عاملين كلهم زعمه. كله بقى فاكر نفسه انور السادات نازل في كامب ديفيد. مفيش واحد من الثوار العظماء دول انا شايفهم في الشارع، واطلقوا علينا شويه الحساله في الشارع اللي طلعوا علينا معرفش منين، عمالين يكسروا في بيوتنا وفي عربياتنا، وعيالنا تسخن واحنا نموت علشان هم عايزين يعملوا ثوره ويوم الغضب ويوم الخرا كتير. طيب تامر عبد المنعم، تامر عبد المنعم، استبقيك على الهاتف واخدك على اللفظ الخارج، انما خلينا نتكلم. وهل حضرتك تعتقد انه ايا كانت تسميتهم، البلطجيه، الجياع، الرعايه، اي حاجه، كنت هتفتكر ان هم هيفضلوا مقيدين الى ابد الابدين؟ ما كنت يعني ايه مقيدين يا فندم؟ ما ينزلوا الامن. طب خليني اكمل الوضع. اذا كان هؤلاء موجودين بالفعل، فوجودهم بالتاكيد سبب شيء غلط حصل في البلد. لما حد يطالب انه الشيء الغلط يصحح حتى لا يكون هؤلاء موجودون بكثافه على الاقل، يبقى انا بيتهيألي ان في برضو تعسف في الحكم يا تامر. انا هقول لحضرتك على حاجه. الموقف بدا محتدم جدا للغايه، وبدا بشكل حضاري جدا في يوم 25. واعتقد ان الخسارات حتى اللي حصلت امبارح، ضحايا سواء من الشرطه او من المتظاهرين، ضحايا قليله على اللي جرى في مصر. اللي جرى في مصر ده انا عمري ما شفته. انا عمري 35 سنه، عمري في حياتي ما شفته. اللي جرى ان حصل فيه ضحايا، انا شايف ان هم الحمد لله انها جت على قد كده، ولكن الاستمرار في ده وخروج الامن بره الشوارع، ما بقاش فيه عربيات الشرطه بيولعوا فيها وبيركبوها دلوقتي. اسم المعادي جنبي ما فيهوش فرد، دبابات في الشارع، عيال طلعت تتصور عليها، ده منظر غلط. انا بقى اطالب بحاجه، انتوا طالبتوا دلوقتي ان هم ليهم طلبات، وطلع سياده الرئيس قال انا غيرت الوزاره، وقال في وسط كلامه، عشان برضه في بعض القنوات بتوغوش على اللي هو قاله، قال في وسط كلامه ان هو مستعد لاي طعن يحصل في القضايا اللي حصلت ضد شرعيه مجلس الشعب والشورى، ان هو يطعن فيها ويعيد تاني الانتخابات. حصل الاستقاله احمد عز اللي استفاد في مصر كلها وانا اولهم، انا مش معاه. وحصل ان في اخبار عن استقاله امين السياسات، حصل فيه حاجات كتيره. برضه هنفضل استقاله جمال مبارك.
حصل كده دلوقتي قدامي على التلفزيون في العربيه بيقولوا انباء عن استقاله امين السياسات. وبعد كده راح معين نائب رئيس جمهوريه من الجيش وجاب رئيس وزراء من الجيش، والناس اللي جت دي ناس موثوق فيها شعبيا ومطلوبه جماهيريا. خلاص ستوبت، كفايه، لازم يبقى عندنا وقفه لانها هتفرط. لو كان الاخوان او كان قوى التغيير او حركه كفايه بدات الحكايه وخلعت اللي موجودين دلوقتي ده، انا بأجزم ان هم مش اخوان، وانا مش مع الاخوان، انا ضد الاخوان، لكن انا عارف ان دول مش اخوان. اللي بيجرى ده ان في ناس طلعت ركبت الموجه دي وهتكسر علينا الدنيا، ورافضين الراي الاخر، يعني هم ليهم راي ورافضين راي اخر. اسمح لي يا استاذ تامر عبد المنعم، اللي بيخربوا واللي بيسرقوا دول مش اصحاب راي، دول مجرمين خارجين عن القانون، بلطجيه، يعني بالتاكيد ينزل واحنا نتهدى لغايه ما نشوف ايه اللي هيجرى، والرئيس هيعمل ايه في المطالب اللي هم طلبوها منه، وقال انا تفهمت الموقف ووصل لي احساسكم واستقت. الراجل طلع قال كل ده، هيطلع نعمل ايه تاني؟ تامر عبد المنعم، انا متفهمه احساسك. تغيير النظام يعني غير ثوره 26 يوليو نرجع الملك. تامر عبد المنعم، انا متفهمه احساسك كرب اسره واب لاطفال صغيرين، وده موقف ناس كتيره جدا في البلد، يعني وده يعني خوف مشروع، ومش عيب نقول ان هو فزع مشروع. انما خلينا نحط الاولويات. الامن لازم يرجع، وان شاء الله نمكن من السيطره على الوضع يعني خلال ساعات، يا رب ما تبقاش ايام، لانه لو ايام هتبقى كارثه زي ما انت بتقول. ان شاء الله خلال ايام، انما ده لا يمنع انه اللي خربوا دول مش هم اللي طلعوا في المظاهرات. يعني برضو خلينا زي ما انت قلت كده في البدايه، الناس المتظاهرين فعلا دول ناس ادوا الرساله وروحوا بيوتهم. يعني المشكله الحقيقيه كما نفهمها وقد نكون مخطئين، هو كل هذه السنوات التي سمحت بوجود العشوائيات وبوجود الآلاف من الجياع المهمشين اللي ما لهمش أي دور، اللي ما لهمش أي طموح، اللي ما لهمش أي تعليم أو نوع من التربية الاجتماعية. كل ده كان بتحتويهم هذا البلد وكانوا تحت السطح. الخطأ في الأساس في سياسات أوجدت هؤلاء. مرة أخرى أقدر فزعك وحرصك على أسرتك وأولادك، وده إحساس كل الناس. أشكرك تامر عبد المنعم.